مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الو ماما، برنامج اللي من خلاله كنتعرفوا على بزاف ديال الحويجات عندهم علاقه بعالم الامومه. اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي عندها علاقه بالفتره ديال الحمل واللي كتربط الام بالجنين ديالها طوال فتره الحمل. نهضروا على الحبل السري، داكشي علاش معنا بسمه بوري باش تكلم لنا اكثر على الحبل السري. اول حاجه الا بغينا نشرحوه علاش كيصلح. هذا الحبل السري هذا كيربط ما بين الجنين وما بين الام ديالو في جميع فتره الحمل من الاول حتى الاخر، وهو اللي يمكن انه هذا الجنين هذا يتغذى تغذيه من ناحيه المكونات ديالو ومن ناحيه ديال الاكسجين اوسي، يعني حتى التنفس كيتنفس من خلال الحبل السري. فوالا توطافي. هذا الحبل السري حنا كما ذكرت دابا في التقديم هو كيرافق يعني المراه الحامل طوال فتره الحمل، وهو اللي كيكون عنده واحد العلاقه وطيده اللي كتربطها مع الجنين ديالها. ملي كنوصلوا الولاده كنعرفوا باللي في غالب الاحيان كنطلبوا من الاب هو اللي يقطع الحبل السري. كاينين في بعض الحالات اخرى الام هي اللي كتقوم بتقطيع هذا الحبل السري، وهنا كنقولوا باللي هذيك العلاقه اللي كتكون كتجمع بيناتهم مده 9 شهور كنقطعوها كنحبسوها. اول حاجه تكلمي لنا على هذه المرحله هذه ديال تقطيع الحبل السري، كيفاش كدوز، شنو هما الحويجات اللي غادي خصنا ناخذوهم بعين الاعتبار في تقطيع الحبل السري. انا خاصنا نعرفوا اولا انه التركيب ديال الحبل السري كيكونوا فيه 3 العريقات اللي وحدين كيديو المكونات ولا التغذيه للبيبي، ووحدين كيعاودوا يرجعوه. وملي كنقطعوا هذا الحبل السري خاصنا نتاكدوا من هذه المكونات هذه واش كاينه كامله باش نعرفوا انه هذيك الحمله دازت مزيان ولا لا. دونك حنايا ملي غتجي المراه غادي تولد غادي نتاكدوا انه الظروف ملائمه دازت مزيان الولاده ديالها. عاد نقدروا نتمكنوا نعطيو للاب ولا للام انهم يقطعوا الحبل الا كاين شي خطر كيتشكل على الجنين ديالها ولا على هذيك الولاده ديالها. ما غاديش يمكن لنا نخليو الاب ولا الام ذاتها تقطع الحبل، غادي يتكلف به لو بيرسونيل اللي كيكون مولف انه يدير هذه العمليه. حنا كنعرفوا في حصص تحضير الولاده وانت كتقومي كذلك بالتحضير لهذه الحصص كتوصيو على التعطال ديال اننا نقطعوا الحبل السري. هادشي بطبيعه الحال الا كانت الولاده دايزه في يعني في واحد الحاله طبيعيه ما فيهاش استعجال وكل شيء الامور دازت بسلام، كتاكدوا على هذه المساله ديال تاخير قطع حبل السري. علاش كتوصيو عليها بشده؟ الوغ هاد التاخير هذا غيبقى غير كلكو مينوت، 1 2 ولا 3 دقائق اللي غيمكن فيها انه داك المكونات كاملين اللي كاينين في الحبل السري يدوزوا عند الجنين وهو يستفد منهم الحديد ومنهم الكريات الحمراء، باش كتساعد انه الجنين يستفد من داكشي كله اللي كاين وليدو يبقى ضايع غير في الحبل اللي في الاخر كيتلاح الى ديتروي. انا من بين المعلومات اللي كنعرف هو ان حتى الا كان مثلا الطبيب بغى يقطع الحبل السري بسرعه يدير واحد ماشي مساج بيدو بحال كيسرع على انه كيدوز الجنين. واش هذه العمليه هذه نقدروا مثلا على اننا نكتبوها في لو بروجي دو نيسانس ديالنا ولا على حسب الحاله اللي غادي نكونوا فيها في داك المرحله؟ الوغ وي سي بوسيبل دو لو دوموندي، ولكن كتبقى اون براتيك ديال كل واحد وكل طبيب كيفاش كيتصرف مع هذه المساله هذه. كاين اللي كيديرها اوتوماتيكمون وكاين اللي حتى كطلبوا الام انه يديرها عاد كيستعمل هذه الطريقه. حنا في المجتمع المغربي ديالنا من بعد كنسميوها الصريره وكنبقاو كنتسناو الصريره تطيح. هنا بغيتك تشرحي لي بعدا علاش هذيك الصريره، علاش هذاك الطريف خاصو يطيح. الوغ كيبقى خارج وكيكون مسدود بواحد المقيبط بحال كيكون داخل داير. بزاف ديال الامهات كيحتفظوا بهذاك الطريف ديال الصريره من بعد ما كيطيح يكون داخل وفي بحال الطراقيه. توتافي. الوغ عاده كينشف طبيعيا وكيطيح. هذه هي الطبيعه ديال حياه الانسان، خاصو يطيح هذاك الطريف ديال هذيك الجليده اون فادير اللي بقات تماك. خاصنا غير نحديو معاها ونديروا ليها لي سوان اللي خاص باش نقدروا نساعدوها انها تطيح بظروف ملائمه. انا دائما كنبغي نوري للامهات اللي كيتابعونا شنو هما الحويجات اللي كنستعملوهم في مثل هاد المراحل. غادي نطلب منك يون تعطيني الكومبريس ياك والدواء الاحمر. توتافي. هما اللي ولا بد خاصهم. كنظن باللي هذا العلاج اللي كيتكتب
في الوصفه الطبيه ديال البيدياتر النهار الاول اللي كيزور يعني المراه اللي كتكون يلاه ولدات كيكتب ليها الدواء الاحمر والكومبريس. فوالا تو طافي. الوغ الدواء الاحمر هو كيكون معقم وفي نفس الوقت كينشف هذيك لا ريجيون ديال السره باش كتساعد انها تطيح وتبقى نقيه. بيان سور كيما اي جرح واي فتيحه خاص الام دائما تكون غاسله يديها مزيان. وكنستعملوا هذا المعقم هذا كندوروه على شحال من مره خاصنا نقدروا نديروها 2 حتى ل3 المرات في النهار. انا كنت كنديرها كل تبديله الكوشه كنبدلها. ما كاينش مشكل. كل لامبورطون انه تكوني احترمتي هذوك لي كونديسيون ديال لا ستيريليتي ديال. واحد المعلومه واحده اخرى حتى هي، واش الكوشه غادي نطلعوها على الصريره ولا نخليوها لتحت هكا باش الامهات المقبلات على هذه العمليه يعرفوا كيفاش سؤال مهم الهام. هي من الاحسن تكون لاكوش متنيه تحت من السره باش ما كيكونش هذاك الاحتكاك وما كتكونش كتبرزت الوليد. من الاحسن المرحله الاولى هي انه غادي نتخيلوا ان هذه هي السريره ديالك تري بيان كيكون عليها ديجا اون كومبريس. غادي نحيدوا هاد لا كومبريس هذه غنجيبوا اون نوفيل كومبريس تكون جديده نديروا عليها ليوزين نمسحوا نيتوايي فوالا اون نيتوا بيان. هاد ديك الساعات نعاودوا نحطوا اون كومبريس جديده غادي كندوروها يعني بهذيك الطريقه هكا دائريه ونرشوا فوالا تو طاف. والكوشه خاصها تكون من التحت متنيه يعني ديك الجانب الامامي من تحت من السره متنيه تحت السره ما نطلعوهاش من فوق الكومبريس. هنا شنو كيوقع الى غمقناها؟ هي غير هذوك الاحتكاكات كيبداو كيحركوا السره قبل ما تنشف مزيان ودونك تقدر تطيح قبل ما تكون هي ناشفه. يعني كل ما تفادينا داك الاحتكاكات كل ما غادي تبرى لينا السريره بطريقه صحيحه. باش نعاودوا التوضيح كتكون السريره في هذاك المقيبط كناخذوا الكومبريس هكا ستيريليزي كندوروه على هذيك السريره ما كنعقدوا ما حتى شي حاجه كندوروه عليها بهذه الطريقه وكنخليوها خارجه وكنرشوا عليها اليوزين من الجوانب كامله. حتى الامهات اللي باغيين يحتفظوا بالسريره كيفاش يحتفظوا بها بطريقه سليمه خاصها تكون غير ناشفه مزيان باش ما تطلقش شي ريحه ولا هذا اللي غادي تبرزت بي لا ميتر دون اون بواط ولا كيبقى ان سوفنير زوين. واحد سؤال اللي غالبا ما كنسمعوه من الامهات ديالنا ملي كتكون السريره باقا ما طيحاش كيقول لك ما تخليهش يبكي باش ما تخرجلوش سرته. الوغ وي اي نو هادشي سا سيكسبليك جوست باغ الاناتومي ديال الوليدات الصغار كتكون حنايا عندنا في الكريشه ديالنا كاملين دي موسكل وبيناتهم كيشركوا سكون ابيل لا لينيو بلانش. هذيك لا لينيو بلانش بعد لي زونفون كتكون عندهم مرخيه بزاف دونك اوتوماتيكمون ملي غتكون شي بكيه ولا شي غوته دونك غادي تكبر لا بريسيون في وسط الكريشه ديال البيبي فورسيمون غادي تخرج. ما كيعنيش انه السرات كلهم الا كانوا باقيين ما طاحوش راه غادي تخرج ليهم. سا ريفيان جوست لاناتومي ديال الوليد كيفاش داير واش صحيحه عنده هذيك لا بارتي ولا غادي تصحح مع الوقت. بين العادات والتقاليد ديالنا في المجتمع المغربي بعد مرات كنسمعوا الكويان ديال السره او لانهم كيزيروها. حنا غادي بغيت نستغل وجودك معنا باش اننا ننبهوا الامهات مثل هاد الحويجات هادو اللي كيقدروا يكونوا مضرين اكثر ما انهم يكونوا نافعين. هادشي هذا حنايا ما كنعترفوش به وما كنبغيوش انهم الاباء ولا الامهات يديروا هادشي لوليداتهم لانه كتكون منبع للتعفن اكثر ما هو كيكون صالح للوليد وما عنده حتى شي اضافه اللي هي مفيده لولدنا اللي كنديروا له هادشي هذا. دونك من الاحسن غادي نتفاداوه غادي نحترموا هذا لو نيتواياج اللي كنديروه بطريقه معقمه وان شاء الله الامور كدوز على خير. ما بين 7 ايام تقريبا حتى ل 15 كتكون طاحت هذيك السره. يعني ما نزربوش على الوليد ديالنا هما لي بيبي مختلفين كل واحد والجسم ديالو كل واحد والجليده ديالو. كاين اللي غادي تستغرق وقت قصير كاين اللي غادي تستغرق وقت اطول. يكفي على اننا نعقموها بطريقه صحيحه ونبدلوا البونسمون مرات متعدده في اليوم هكذا نكونوا اكيدين على انها غادي تبرى مزيان. الحاجه الاخرى اللي بغيت نسولك عليها هي كاينين واحد لي بوند كيتباعوا في الاسواق اللي انا شخصيا ماما بقات تقول لي لا خاصك ديري ليه لا بوند ولكن المعرفه ديالي على انها ما بقاتش كتستعمل.
ملي كنت نقول كتقولي لا حنا كبرناكم بهذا الشيء، واش هاد لابوند هادي مزيانه ولا اليوم ما بقيناش كنستعملوها حنا نقدروا نستغناو عليها؟ الوغ ايفيكتيفمون كانت كتستعمل قبل، ولكن دابا ما بقيناش كننصحوا بها، لانه نفس المساله غادي نرجعوا لها مع لاكوش. اكزاكتومون. اولا مع لاكوش، ثانيا مع الاناتومي ديال البيبي غادي تخنقوا، ما غاديش تخليه يتنفس على خاطرو، لان لي بيبي كيكونوا باقيين كيتنفسوا حتى بكرشهم. دونك ملي كنزيروا عليهم ما كنسمحوش له انه يتنفس على خاطرو، وفي نفس الوقت ما كنسمحوش السره ديالو تبرا كما خاص. شكرا على كل هذه النصائح، وكنتمنى على انك تكوني استفدتي معنا من النصائح اللي تقاسمنا معك في الحلقه ديال اليوم، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في حلقه جديده من الو ماما.